متابعي ومشاهدي سبورتس فيجن، اهلا بكم في كل مكان. النهارده هنقدم لحضراتكم حلقه من خارج الاطار، هنستضيف فيها شاب مصري من قريه طاليا التابعه لمركز اشمون محافظه المنوفيه من ذوي القدرات الخاصه. محمود قصته قصه كبيره قوي، هنطلع فاصل ونستضيف بعدها محمود صابر ونعرف محمود صابر لحضراتكم. عدنا لحضراتكم مرة تانية وحلقة خارج الإطار، وضيفنا الكريم الأستاذ محمود صابر أبو زيد. أهلا بيك يا كابتن محمود. أهلا بحضرتك، ازي حضرتك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله بخير والله. يا رب تكون بخير. طبعا محمود كان شاب من الأسوياء بيعيش حياة مستقرة وهادئة، خريج لغات وترجمة، وطبعا كان ليه طموحات كبيرة قوي إن هو يستكمل دراسته بره في أوروبا، ولكن حدث لمحمود حادث، وبالتحديد 22/7/2020. احكي لي يا محمود طبعا الحادث اللي راح، على ما اعتقد سردت لي انت وقلت لي في 4 توفوا من العائله يعني. فعلا هو في الاول خالص انا زي ما حضرتك تقدمت يعني اسمي محمود صابر ابو زيد، من المنوفيه، خريج كليه اللغات والترجمه قسم اللغه الصينيه. الحادثه دي حصلت لي من حوالي 2 سنين. قبل الحادثه طبعا كان عندي طموح ان انا اكمل وان انا اقدم على منحه، وبالفعل كنت قدمت على منحه وجات لي ان اكمل دراستي في الصين، لكن للاقدار يعني شيء السميع العليم ان الحادثه تحصل بتاريخ 22/7/2020، والمفروض ان السفر كان هيكون في شهر 9، فكان من شروط المنحه ان هو ما يكونش عندك اي اعاقه، اي خلل ذهني، فبالتالي راحت علي المنحه يعني. لكن كرم ربنا سبحانه وتعالى كان كبير يعني، بيقفل باب وبيفتح ابواب اخرى يعني. طبعا محمود برضو اللي الناس ما تعرفوش ان محمود بسم الله ما شاء الله قبل الحادث ما كانش بيمارس اي نوع من انواع الرياضه. محمود النهارده لعيب كوره يعني شبه عالمي. محمود بيمارس ركوب الدراجات بطريقه احترافيه، وايضا بيمارس سباحه. قول لي بقى يعني مشوارك مع كره القدم. طبعا بعد الحادث احيانا ممكن الانسان نفسيا يتحطم، ولكن محمود كان ليه اسلوب وطريقه وفكر مغاير تماما للي احنا بنشوفه. هو اولا قبل الحادثه انا ما كانش عندي اي طموحات خالص يعني، غير ان انا اخلص دراستي، اهتم بمجالي في شغلي اللي هو مجال الترجمه، اسافر. ما كانش عندي اي طموحات رياضيه او كرويه او ايا كان يعني. فزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان طبعا لما بيتقفل باب ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا كذا باب يعني. بالفعل الحمد لله خلصت الدراسه بعد الحادثه. كنت ببص للي هم بيلعبوا كوره او كده، ازاي بيلعبوا الكوره اصلا يعني. انا شفت فيديو في مره على الفيسبوك لاحد الزملاء يعني، هو كابتن محمود عبد العظيم، ده اول مؤسس لكره القدم ذو الساق الواحده هنا في مصر. استغربت جدا ازاي هو بيشوط الكوره، بيحقق اهداف، بيجري بيها ازاي. فلا الموضوع كان بالنسبه لي حاجه يعني بالنسبه لي صعبه وغريبه في نفس الوقت. اللي خلاني اصر على موضوع الرياضه انا خدتها كتحدي يعني. بعض الناس من عندي من البلد قالوا لي لا انت خلاص بقى استقر، افتح لك اي مشروع او استقر واقعد بقى وخلاص. فانا لا، انا مش موجود في الدنيا دي علشان ان انا اقعد ويعني ما احققش طموحاتي ولا اهدافي. حتى لو كان في اعاقه فانا لازم اتحدى الاعاقه دي. وبالفعل ابتديت ان انا يعني اتحدى الكلام ده واتحدى نفسي يعني. في الاول الوضع كان الحمد لله الوضع كان صعب بالنسبه لي. طبعا انا خارج اصلا، الحادثه بتاعتي كانت كبيره شويه
يعني افراد من الاسره بتاعتي 4 افراد توفوا، بلس بقى ان انا طلعت بالاعاقه. فطبعا الموضوع كان كبير شويه، فكان المقاومه كانت في اتجاهين، اللي هو الاتجاه بتاع المجتمع والاتجاه النفسي. فالحمد لله قدرت ان انا اتواصل مع الكابتن محمود، والتحقت باول فريق لكره القدم لذوي الساق الواحده اللي هو فريق المعجزات. ايوه تمام. وقدرت ان انا اروح معاهم اتدرب، وواحده واحده قدرت افهم الدنيا يعني. برضو شاركتوا على ما اعتقد في بطوله محمود. احنا عملنا دوري هنا كان برعايه حزب مستقبل وطن، وكان موجود معانا دكتور اشرف صبحي اللي هو وزير الرياضه، وزير الشباب والرياضه. وحققنا كونا فريق مثلنا الجمهوريه اللي هو فريق كره القدم ذو الساق الواحده منتخب، وشاركنا في تنزانيا، بس انا ما كنتش معاهم للامانه يعني. كان اصدقائي الاخرين اعضاء الفريق شاركوا يعني، اللي هو كابتن محمود واللي هو اعضاء اخرين، وراحوا وصلوا للنصف النهائي، وبس للاسف يعني ما حالفناش الحظ ان احنا نكمل يعني. مفيش مشكله. وحارس المرمى بتاعنا اللي هو كابتن سيف سلامه ده اخذ افضل حارس مرمى على مستوى البطوله يعني. الرياضه دي منتشره محمود، وانت قلت لي ان في حوالي 160 لاعب طبعا، وال 160 لاعب بيحاولوا ان هم يعني يثبتوا نفسهم هنا، يثبتوا نفسهم في مصر. زائد طبعا كلنا بنطمع ان الانديه تأسس فرق لذوي القدرات الخاصة أو لذوي الساق الواحدة زي ما أنت تفضلت وقلت طبعا. قبل التسجيل قلت لي إن فريق بيراميدز كون فرقة فعلا، وحاليا المقاولين ما يقرب فيها من حوالي 160 واحد، على أساس إن هم ينتقوا منهم الأفضل والأحسن فعلا. على أساس برضو يكونوا فرقة. وأنت بتطمع إن سيادة الوزير والسادة المسؤولين عن الرياضة في مصر إن يبقى في فرق طبعا، ويبقى في دوري طبعا، ويبقى في رياضه بتمارس ل يعني هؤلاء الفئه من المجتمع يعني. طبعا احنا الرياضه بتاعتنا هي موجوده في كل دول العالم، بس هي للاسف لسه ما اتطبقتش عندنا، فاحنا نتمنى ان كل الفرق تشارك، على الاقل كل فريق ياخد 12 لعيب يكون بيهم فريق، علشان نقدر ان احنا نعمل دوري، ومن خلاله نقدر نكون منتخب لمصر ونشارك في بطولات سواء داخل القاره الافريقيه او على المستوى الدولي. مودي، انت قلت لي ان انت حاليا بتحاضر في بعض المراكز الخاصه فعلا بالنسبه للغه الصينيه، وبتحضر ماجستير ودكتوراه وحاجات من هذا القبيل. شيء حقيقه يدعو للفخر. ودايما يا جماعه احنا بنحاول لما بنيجي نسجل مع شخص بنحاول ان احنا دايما نقدم النماذج الجيده والجميله في المجتمع، والنماذج حقيقه اللي تقدر من خلالها نقدر نفيد بيها المجتمع. ربنا يبارك في حضرتك. وانا بالفعل يعني طبعا بعد ما خلصت دراسه اتجهت لمجال الترجمه، خاصه الترجمه التحريري، وتدريس اللغه الصينيه للعرب وللاجانب اللي هم غير متحدثي اللغه الصينيه. فبالفعل انا شغال الحمد لله في بعض المراكز اللي هي الخاصه بتدريس اللغه الصينيه، وبرضو يعني ربنا كرمني وحاليا بحضر تمهيدي ماجستير برضو، يعني بحيث ان انا احسن من وضعي، يا ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بمنحه اني اسافر، وده هو ممكن يكون اقصى طموح لي ان انا اسافر واكمل بقيه دراستي في الصين يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا استاذ محمود. ربنا يعز حضرتك. وانا بس في النهايه حابب اشكر كل اللي ساندوني وقووني يعني ان انا اقف على رجلي تاني، وطبعا اولهم هم اهلي، تاني حاجه الكابتن حازم عبد الله. كابتن حازم كان بيساعدني كتير ان انا اجي هنا الملعب، هيبقى معانا ان شاء الله اقوي نفسي، وطبعا بعد نهايه الفقره ان شاء الله اي حد طبعا انا بدعمه يعني، هو دعمني انا بشكره جدا يعني. رجعنا لحضراتكم الفقره الثانيه بنستقبل فيها حارس مرمى فريق المعجزات لذوي الساقه الوحيده الكابتن عبدو. اهلا بيك كابتن عبدو. الله يخليك يا سعاده الكابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير يا رب دايما في خير. الحمد لله. طبعا بتمارس رياضه بعد الحادث ولا كنت بتمارس رياضه قبل الحادث يا عبدو ولا؟ لا انا مارست رياضه بعد الحادث بتاعي، ان الكابتن محمود هو اللي عرض عليا الفكره وجه شجعني ان انا اروح معاه، وكنا بنروح مع بعضنا ونيجي مع بعضنا، وكنا برضو اصدقاء. احنا اصدقاء من اصلا من قبل الحادث بتاعه وقبل الحادث بتاعي كنا احنا اصدقاء دراسه.
فكنا اصدقاء دراسه والحمد لله يعني، هو حادثته جت وانا حادثتي جت، بس انا حسيت قبل بتاع محمود يعني وكده، فكان الحمد لله كل واحد بيبقى ربنا كاتب له حاجه بيشوفها. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بتمارس انت بقى دلوقتي كوره مع محمود يا عبده؟ بروح انا وكابتن محمود في النادي برضك مع بعضنا، ونروح كل يوم جمعه نتدرب مع بعضنا في نادي المقاولين العرب. في نادي المقاولين العرب. مركز حراسه المرمى مركز صعب جدا يا عبده. صعب. صعب، غير انك بتجري يعني، بتبقى انت بتلاقي كذا واحد داخلين عليك والكوره، وده عايز يدخل وده عايز فبتضطر ان انت يعني بتعمل مجهود عند الجول. بتعمل جهد يعني مجهود مضاعف على اساس ان انت تحاول ان انت يعني تشتت الكوره او الكوره ما تدخلش بره. المهم انها تطلع بره. طموحاتك وامنياتك يا عبده ان شاء الله؟ طموحات وامنيات يعني اللي احنا برضك بيبقى كل واحد فينا له طموحات بيتمنى المستقبل ان هو بيعمله، فعادي يعني زي اي شاب برضك بيبقى له طموحات، فاحنا برضك لنا طموحات. الاعاقه ديت مش احنا ثابتينها عندنا اصلا، لانه كل واحد الاعاقه ديت اعاقه في العقل بس مش اكتر. الاعاقه ديت اعاقه في العقل بس مش اكتر. ربنا يوفقك يا عبده، اتشرفت بيك وبالتوفيق ليك ان شاء الله، ونشوف دوري قريب لذوق الساقه الواحده، ونشوفك في منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله ونجم كبير ان شاء الله. ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا عبده. الله يخليك. نستقبل الكابتن حازم عبد الله مدرب كرة قدم، والمدرب للكابتن محمود أبو زايد والكابتن عبده لاعبي فريق المعجزات لذو الساق الواحدة. أهلا بك كابتن حازم. أهلا بحضرتك. ازاي؟ شرفنا ونورنا كابتن حازم. شرف لينا احنا والله. طبعا مجال التدريب لكرة القدم مع الأسوياء طبعا مغير تماما لذوي الساق الواحدة، ازاي بتتعامل مع طبعا محمود وعبده؟ طبعا الموضوع مختلف عن التدريب العام للاعب كرة القدم العام، لأن اللاعب اللي ذو ساق واحدة بيبقى اللعب مختلف معاه، لأنه بيبقى ليه مميزات تانية، بيحتاج تدريب معين، بيحتاج يلعب بطريقة معينة عشان ما تقدرش أنت كمدرب تأذيه. أنا الموضوع عشان أبقى صريح معاك جديد عليا، بقالنا أنا والكابتن محمود دخلنا في حوالي سنة مع بعض أو حوالي فترة قريبة. بصراحة هو يعني اللعيب بيساعدك في حاجات كتير لما يكون عقله ناضج وكويس وهو فكره كويس، بيساعدك كمدرب. وبصراحة محمود من اللعيبة اللي استجابت بسرعة. محمود بسم الله ما شاء الله عليه مستوى مؤهل يلعب في أكبر الأندية دلوقتي، حاجة كويسة إن شاء الله يعني، ومنتظرين منه كتير، لسه عنده كتير. يمكن يكون الحادث أثر على طبعا على أي شخص بشكل كبير، ولكن التحديات اللي واجهها محمود حقيقة علشان يثبت لنفسه ويثبت للمجتمع ان مفيش فرق بين الاسوياء وبين طبعا ذوي القدرات الخاصه، دي ساعدت معاك برضه يا كابتن حازم على ما اعتقد. العامل النفسي بالنسبه لمحمود ساهم معاك ان انت تشتغل معاه بشكل كبير وشكل كويس وتطور من ادائه. الحادث اللي محمود اتعرض له يأثر على اي حد اثر سلبي، لكن بالعكس الحادثه اللي حصلت لمحمود كانت دافع ليه لحاجات تانية ووصلته لمرحله هو ما كانش حاططها اصلا في حسبانه ان هو بقى لاعب كره قدم. لا، محمود دلوقتي انا كمدرب ليه بستمد الطاقه منه، يعني محمود بيشجعني لحاجات كتير داخليه، ومحمود دلوقتي بسم الله ما شاء الله عليه حد جاي في عالم كره القدم للساق الواحده، بيلعب ومدي لنفسه طاقه ايجابيه مش بس في كره القدم، لا محمود كمان سباحه، دراجات. محمود واصل لمرحله عاليه. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده مع الكابتن محمود ابو زايد لاعب فريق المعجزات لذو الساق الواحده، وايضا حارس المرمى عبد المرضي، والمدرب حقيقه اللي بيبذل مجهود كبير معاهم قوي كابتن حازم عبد الله. طبعا بنحاول نقدم لحضراتكم كل جديد، من خلال خارج الاطار. اتمنى ان كل واحد يشوف الحلقه يعمل مشاركه او يعمل اعجاب علشان يوصل صوتنا للسيد الرئيس والسيد وزير الشباب والرياضه، وان شاء الله نشوف دوري لذو الساق الواحده، ونشوف منتخب ايضا مصر قوي بيشارك في البطولات والمحافل العالميه والقاريه. طبعا دي كانت حلقتنا. كل الشكر لحضراتكم متابعي سبورتس فيجن. هاني خطاب بصحبه العالمي حسن الفي، الى ان نلقاكم وحلقات اخرى باذن الله تعالى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.